مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، سعيدة بلقياكم في جديد أخبار المغرب اليوم، وهذا أبرزها. الكافا يستنجد بالمغرب ويتقدم بطلب عاجل. لكن قبل ما نبداو ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتديروا لايك للفيديو وتفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد أخبار المغرب اليوم. إلى التفاصيل. أفادت مصادر مطلعة أن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم كافا طلبت من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم احتضان النسخة المقبلة من كأس إفريقيا للأمم للإناث. وحسب المصادر فإن لحدود الساعة لم يتقدم أي بلد بطلب احتضان هذه المنافسة، ما دفع الكافا إلى الاستنجاد بالمغرب لإنقاذها من هذه الورطة. وفي ذات السياق تقام كأس إفريقيا للإناث كل سنتين، انطلقت في 1991 وكانت تنظم بنظام المجموعات، حيث احتضن المغرب نسختها الأخيرة في 2022 التي خسر نهايتها أمام جنوب إفريقيا. وعرفت كرة القدم النسوية المغربية تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة بفضل دعم جامعة كرة القدم. ونجحت إناث الجيش الملكي في تأكيد صحوة كرة القدم النسوية حينما توجنا بعصبة الأبطال الإفريقية بعد تفوقهن ب4-0 في المباراة النهائية التي جمعتهما في ملعب مولاي عبد الله بالعاصمة الإدارية. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.